أقسم برب العزة الاثنى عشرية لما يسلموا قبل أن يسلموا أو إذا سلموا صنعوا هكذا، أي خان الرسول خان الرسول خان الرسول. نمشي للسيد الخوئي وللسيد محمد باقر الصدر ونتهمهم ونقول لهم أنتم كفار، أنتم تؤمنون بأن جبريل خان الأمانة، وبدل من يعطي الرسالة إلى علي أعطاها لمحمد، وهذه الخرافات الجائرة التي يلوكها الناس بدون تمحص وبدون فكر. وأنا أتذكر السيد أخوي أول مرة قلت له هذا الكلام استغرب، قال لي أنت أستاذ؟ قلت نعم. قال لا لوم على عامة الناس إذا الأساتذة يفكرون بهذا التفكير. قال لي أنت قرأت القرآن؟ قلت نعم حفظت القرآن عمري 12 عام. قال عجيب، ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله؟ قلت له والذين معه أشداء على، قال لي يعني نحفظ القرآن. قال لي ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله قلت نعم وخاتم النبيين وقرأت. ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل؟ جاب لي 3 آيات قرأتهم معه. قال لي إذن القرآن الكريم يقول محمد رسول الله، محمد هو خاتم النبي، محمد وين علي؟ أين علي؟ كيف أنت أستاذ تقول هالكلام؟ إذا القرآن يقول محمد رسول الله، ثم هذه الغلطة اللي أنتم تنسبوها للشيعة أنتم أولى بها. قال لي أنت رجل تفكر. قلت لي قال لي علي كم كان عمره لما كان رسول الله نبيا؟ قلت رسول الله 40 سنة وعلي عمره 10 سنوات. قال لي جبريل ما يفرق بين الرجل الكامل 40 والصبي اللي عمره 10؟ دخل في فكري وقت الحديث وقال لي أنتم أولى بهذه التهمة من الشيعة. قلت لماذا؟ قال لي أنكم أنتم حتى رسول الله تقولون هو غير معصوم، كان يخطئ والصحابة يصلحونه، أما نحن فنقول لا، الرسول معصوم من ولادته إلى مماته، بل أن أئمة أهل البيت معصومون، فإذا كان أئمتنا معصومون فما بالك برسول الله، فما بالك بجبرائيل أمين الله على وحيه. فدخل في كلامه قلت كالعسل على صدري، وبدأت أفهم من ذلك الوقت.